become critical for the 21st 22nd. يعني العالم الهولندي الحقيقة بيصدم العالم من جديد يعني توقعات خطيرة للأسف الشديد. طبعا هو كان نشر الصورة دي يا جماعة، وهعرض لكم دلوقتي مقاطع فيديو. انما الصورة دي اللي نشرها زي ما انتم شايفين مكتوب فيها سنوات تحت، وبيقول ان السنوات دي يعني حصل فيها هزات أرضية. وهو بيعتمد زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بيعتمد على، هو بيسميها هندسة الكواكب والنجوم. يعني بيدخل علم الفلك من وجهة نظره في جزء كبير، لكن بطريقة مختلفة شوية في الأحداث اللي بتحصل. يعني هو لا يعتمد على الجيولوجيا فقط، عشان برضو نبقى فاهمين وجهة نظر. فهو نشر الصورة دي وقال ان الصورة دي بتقول ان في حاجة خطيرة. خليني بس اجيب لك الفيديو اللي كان بيقول لا يا جماعة، ده تركيا وسوريا ممكن يحصل حاجة ما بينهم من يوم 20 ليوم 22 فبراير، وممكن يعني نشوف احداث. وكان بيقول لا يعني فبراير كله بقى. تعالوا كده نشاهد. Early on the 20th, Venus, Mars and Uranus, whereby Venus is at the center, they mark a right angle. This is early on the 20th. It is followed by Mercury, Venus and Saturn, and they mark also a right angle several hours later, whereby Mercury is at the center. And this all converges on the 20th, that's tomorrow, and that could become critical for the 21st, 22nd. طيب زي ما حضراتكم تابعتوا كده، ده كان كلامه. طبعا يعني الهزة او الزلزال التاني اللي حصل يعتبر زلزال، لانه يعني بيفوق 5 ريختر، حصل برضو يوم 20، حصل يوم 20 فبراير. طيب الراجل بقى توقعاته الجديدة يعني لا يزال طبعا بيصدم العالم حوالين تصريحاته. والحقيقة خلينا اجيب لحضراتكم كده، بصوا ده كان يعني ايه التغريدات اللي نشرها، اخر التغريدات. التوقعات الامس في حال فاتتك، وقال ان هناك دائما احتمال حدوث زلزال في المناطق المعرضة للزلازل الحرجة، عندما يكون من المرجح ان تحدث زلازل اقوى. هذا ليس دقيقا بنسبة 100%. وكانت اخر تويتة لي، اذا كانت هندسة الكواكب واضحة مثل الهندسة التي سبقت زلزال ازميت عام 99، سيكون التحذير من زلزال كبير ساري المفعول. والخبر بقى بيقول ان ففي احدث التغريدات اللي اطلقها وجه الانظار نحو اسطنبول، محذرا يعني عن احتمال وقوع زلزال كبير لا قدر الله. طبعا التغريدة ايه اللي انا لسه جايب لحضراتكم ترجمتها دلوقتي. هو الاتراك نفسهم بيحذروا طوال الوقت من يعني اسطنبول. الحقيقة ربنا يا رب يلطف فيهم هم واخواتنا السوريين، ويعدلهم يا رب الامور على خير، لان يعني الناس دي لو حصل لها حاجة تاني الامور هتكون صعبة جدا يعني.